21 قرار واحد بس ممكن يغير حياتك للأبد. انا مش ساحر، بس انت واقف دلوقتي في مفترق طرق، عايز تاخد قرارات ومش قادر، وقاعد بتفكر في صراع داخلي جواك ما بين انك تاخد المجازفه وتبدا في القرار ده ولا انك تفضل محلك سر. وخليني اقول لك تجربه شخصيه. في 2018 كنت واخد قرار الاستقاله من الداخليه. كل الناس كانت بتتكلم في مرتب ثابت، كانت بتتكلم في امان وهمي في الوظيفه اللي انت فيها، كان كل الناس بتتكلم عن الكومفورت زون وان انت في امان طول ما انت في الوظيفه دي. كنت دايما طول الوقت حاسس ان في حاجه ناقصه، في خطوه لازم اخدها علشان اسيب الكومفورت زون اللي انا فيه. وصدقني انا لو كنت فكرت مرتين ما كنتش خدت الريسك وما كنتش قررت قرار الاستقاله ده. وده اللي استفدته من كتاب ذا باور اوف وان مور لايد ميلان، ان حياتك كلها ممكن تتغير بقرار واحد بس، قرار واعي تاخده علشان تغير حياتك للاحسن. قرار انك تتعلم مهاره جديده، قرار انك تبدا مشروعك، ده قرار مؤجل. قرار انك تسيب بيئه سامه، ده قرار مؤجل. قرار انك تسيب علاقه توكسيك، ده قرار مؤجل. كل اللي محتاجه هو خطوه واحده بس، قرار واحد بس ممكن يغير حياتك للاحسن. اكتب لي في الكومنتس ايه القرار اللي انت خايف تاخده وايه القرار اللي انت مأجله ومش عارف تاخده.